مفيش حاجة هتجيب معاك نتيجة غير الورقة والقلم بس، أو على الأقل ده اللي انا كنت فاكراه. فاهلا بيكم في سلسله ذا كرييتيف مود الحلقه الاولى. عايزه اقول لكم اول ما اتعلمت الكتابه السريعه قلت انا خلاص محدش هيقف قصادي وهكتب كل افكاري على الاقل بالسرعه اللي انا بفكر فيها، وده حصل الصراحه. حسيت ان انا مركزه على الافكار اكتر من ان انا اشيل هم تسجيلها بسرعه، بس كان في حاجه ناقصه برضو. الصوره اللي في دماغي عن حاجه معينه مش قادره ان انا اسجلها على الكيبورد، فالورقه والقلم بيدوك المساحه الكافيه انك تشخبط، تلون، ترسم، يعني بتقدر تطلع الفكره اللي في دماغك بالظبط. اوكي حتى لو مش بالظبط قوي، المهم وصلت الفكره. رغم ان الفكره مش في الورقه والقلم، هي الفكره في الحريه اللي انت بتحسها. علشان كده اي حاجه ممكن تحسسك بالحريه دي هتحس ان انت عايز تستعملها برضو. ممكن يكون حاجه ديجيتال بس بتقدر ان انت ترسم بايدك، او عارفين اللي هو على الاقل بتقدر تعبر عن اللي في دماغك بدون قيود معينه. هو انا اولد فاشند والورقه والقلم بالنسبه لي الحب كله، الا انه احيانا الديجيتال بيكسب بصراحه. كل واحد على حسب هو بيرتاح في ايه، بس انت ممكن تعمل ميكس بينهم برضو، يعني ورقه وقلم ولا ديجيتال مش تفرق، المهم تقدر تطلع افكارك براحتك.